حبايبي، النهارده هنقدم عجينه بس هنعمل منها حاجتين اتنين، بيتزا ميني بيتزا، وهنعمل كده عيش بالزبده والسكر تحفه. الاول احنا عندنا 4 كوبايات دقيق، وعندنا معلقه كبيره ونص لبن بودره، ذره ملح، معلقه ونص خميره، معلقه سكر. عندنا نص كوبايه ميه بس عشان ندوب الخميره الاول. وعندنا طبعا زيت، هناخد بالظبط 4 معالق زيت. بصوا معايا، ادي 1 2 3 4. هنقلب بس، ما هو مش طبعا مش هيلحق لان 4 معالق مش ما هيأثروا يعني، بس هي حاجه كده بأمر. حبايب قلبي، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير وفعلوا الجرس واشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل الحاجات اللي انا هنزلها لكم. هننزل اللبن البودرة والملح، وهناخد الخميرة بالسكر هندوبها في المية بس علشان نتأكد ان الخميرة دابت في المية يستحسن. ما بحبش احط الخميرة على الدقيق لان دي بتعمل مشكلة، انما لما بتدوب كده في المية ونحطها بتبقى احسن على خفيف كده. يا سلام لو عندنا معلقتين زبادي، بس انا ما عنديش الحقيقه. لو حطيتي معلقتين زبادي مع الكميه دي تحفه تحفه تحفه. بسرعه في لمح البصر تلاقيها خمرت معاكي وبقت زي الفل. هنجيب مكان الخميره كده كوبايه ميه، النهارده الدنيا حر فمش هنقدر نعمل ميه دافيه، لكن براحتك لو مش عايزه تعملي ميه دافيه ومستعجله اوكي. انا هقولك بقى طريقه جميله جدا لو حبيتي بس تعملي تخمري العجين بسرعه. نعمل انا حطيت شويه ميه وهكمل، مش عايزين نبتدي جامد ميه علشان العجينه ما تطرش فجاه وما نعرفش بقى نحط نحط ميه ونحط دقيق هتبقى مشكله. احنا بالراحه كده ونشوف حسب ما هي محتاجه. انا بس بالمعلقه شويه كده وبعدين هعجن بايديا. انا ايديا مغسوله ونضيفه وزي الفل، مش بعرف استعمل القلبزات. بحب ايديا هي اللي تلمس العجينه احسن. بس نجيب بايدك. انا هعجن كده مش نافع بقى، نعجن بايدينا. افتكرتم من المقادير اقولها تاني: 4 كوبايات دقيق، معلقه ونص خميره، معلقه ونص لبن. مش عايزه اطول عليكم وازهقكم مني عشان اكون ضيفه خفيفه. هكتبهم لكم المقادير في اول تعليق، هكتب لكم المقادير في اول تعليق ان شاء الله. شوفوا حبايبي، عجينه بسيطه جدا جدا. بصوا ولا محتاجه عجان ولا اي حاجه ولا اي حاجه. خلاص لمينا العجينه ثواني كمان وهتتلم اكتر من كده. محتاجه بقى ميه صغير خالص. نقطه كده صغيره نظبط العجينه بيها. بصوا حبايبي، انا بكتب بقى اخدها كده واديها كام بوكس في السليم كده
شوفوا بقى. طب فاصل يا حبايبي وهنرجع تاني. حبايبي احنا لسه كاملين العجينة، نديها كام بوكس كده. خلاص اهو تمام، هي اتلمت معانا بس عايزين نطريها شوية يستحسن يعني. السكينة بتقطع كده، لا كان فيها مشكلة، مينفعش تقطع كده، لازم تمط معاك. اوعي. خلاص نهديها دي وخلاص، كل شقيتنا بالسلوس دي تالت مرة كفاية. على فكرة فاتحة. فاتحة. شيلها ازاي؟ لا شيلها. عجينة زي الفل، ملمسها جميل اهي، زي الفل زي الفل. انا زودت بس شوية مية عشان لقيتها جامدة معايا شوية، لكن هي كده جميلة جميلة جميلة. اجيب بس طبق حلو كده احط فيه عشان تخمر، نغطيها بكيسة. بصوا حبايبي، هطلب بس دقيق كده صغيرة اهي. حبايب قلبي غطينا العجينة لغاية اما تخمر، وبعدين هرجع لكم تاني لما تخمر. فاصل ونرجع تاني. حبايبي العجينة بالراحة بالراحة. خلاص كده هنعمل دي بيتزا ان شاء الله، ميني بيتزا. مش هنقعد بقى نعمل واحدة واحدة، لا 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 لا، ما عندناش الكلام ده. احنا هنحط واحدة كده على طول، واطي بقى العجينة بس عشان تفضل دافية، وهوريكم هنعمل بالباقي ايه. بس في جديد بقى، في جديد. على فكرة العجينة دي جميلة جدا، لو عايزة اعمل قرص واحشيها سكر وزبيب او سكر وجوز الهند شغالة، جميلة جميلة جميلة. لو مثلا عايزة اقلبها بيتزا برضو شغال. لو عايزة اعمل حواوشي واحشيها لحمة مفرومة هعملها لكم مرة وهتشوفوها تجنن تجنن، احلى بكتير وانضف بكتير من بره، وحاجات جميلة ومش مكلفة وبسيطة زي الفل زي الفل. انا عملتها مرة وحشيتها لحمة متعصرة، ومرة حشيتها لحمة نية مفرومة، كل اللي فيها شوية بصل ملح وفلفل وبهارات، ولا اي حاجة عليها، ولا اي حاجة، ولا فلفل بقى ولا طماطم، بس رغيف تحفة، وتدينيه من فوق بقى حتة سمنة صغيرة كده، جميل جميل، احلى 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 من اللي بره.
مش مهم بقى، ما عندناش قطاعة، احنا بنشتغل بأي حاجة. بصوا حبايبي هنعمل ايه. انا ما عنديش الصراحة قطاعة، أو مش في إمكاني دلوقتي، أو مش فاكرة مكان بصراحة، مش فاكرة. فأنا هعمل بإيه؟ أنا عندي كوباية نظيفة أهي بتاع بيبي صغير أهي، نشتغل بيها وزي أهي. بصوا حبايبي هنعمل كده أهي. ساعدك. مهم. يعني احنا صغرناها شوية، مش مشكلة، شغالة وزي الفل. كات. بيبي رجعنا تاني. بصوا معلش انا مصغراها شوية، بس يعني انا بحبها كده، مش بحبها كبيرة قوي. ايه ميني بيتزا. هي ميني بيتزا على قدنا كده، حلوة وظريفة وصغنونة، وهتعمل لنا حبة حلوين اهي. مش لازم بقى اقعد اشتري قطاعة واي حاجة عندك، اي حاجة، كوباية ازاز، مج من بتاع الاطفال الصغير ده ظريف برضه، مقاسه جميل وحلو زي الفل. ايه رأيكم يا حبايبي؟ وريهم اوعي كده، وريهم. بصي بصي، اوعى تنسوني في اللايك والشير، ويا ريت تدخلوا على قناتي وتتفرجوا. ان شاء الله ان شاء الله هعمل رز بسمتي جميل جدا، هيعجبكم، وهتشوفوا المفاجأة فيه، شوفوا مفاجأة فظيعة. حبايبي ايه رأيكم؟ هنجيب الفرشة بتاعتنا ونشتغل. دخلتي كده بتاعتنا اهي، مش هنحط عليها اي حاجة غير ان احنا هنعمل كده بس، وهي ولا حاجة خالص. يعني في 5 دقايق هتخلصي البيتزا اهي، والصلصة عندك جاهزة. تطلعي لو هي في الفريزر، هنطلعها نحطها على النار، نفكها من غير مية، يا دوبك هندوبها كده وننقلها في طبق بسرعة عشان تبرد، واحنا نشتغل على طول. اظن كده احنا مخففين الموضوع. وادخلوا على قناتي هتشوفوا الطريقة بتاعتها، وهتوفر لكم كتير، هتعملوا كتير منها، وتعملوا كل حاجة حلوة منها، كل حاجة حلوة. وصينية البطاطس اللي انا عاملاها المحشية لحمة مفرومة برضو انا مستخدمة منها دي، بس انا كنت عملت قبل كده فكنت مصورة قديم، انما اللي مصوراه النهاردة جديد معاكم ده جديد لسه معمول النهاردة، اللي انا عملت منه البيتزا دي. شايفين يا حبايبي؟ اظن مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده. يعني مثلا انا عاملاها للعشاء اهي عشان الولاد يتعشوا بيها احفادي اهي، ولا حاجه خالص، جميله وبسيطه، ولا نجيب حاجه من الفرن غاليه بقى. دلوقتي كيلو بقى 100 جنيه، اي قراقيش واي بقسماط بقى 100 جنيه، ايه ده؟ حرام، حرام بجد، بتوفر لك جامد. شوفوا حبايبي معايا ادي اهو زيتون، هنحط كل واحده من غير النقع طبعا. طبعا. الزيتون ده انا مفصصاه، والزيتون ده بيتي، وربنا يخلي اللي عملته واحده حبيبتي عاملهولي على ايديها، وهجيب لكم الطريقه ونعمله مع بعض ان شاء الله ان شاء الله. طعمه خطير خطير خطير، عادل، ولا في اسرع من كده. حته فلفله صغيره ده فيتامينه جميل، ده واحده بس، واحده بس عشان حبايبنا اهي. دي صغننه هنحط لها واحده تانية كمان كده. انا عايزه تروحوا تسالوا على البيتزا كيلو بكام، وشوفوا احنا كلفناها كام. الفلفل ده نص
نص واحدة فلفل. شوفوا مقطع لنا قد ايه. كلفتنا ايه؟ حتة زيتونة. ان شاء الله ان شاء الله هجيب لكم الطريقة ونعمله مع بعض، بس لما الزيتون ينزل يعني مش هنكلف حاجة، كله من عندنا من خير البيت ولا اي حاجة. حبايبي ايه رأيكم؟ هنحط عليها، انا ناسية معلش انا اسفة، نسيت حاجة. هنحط عليها شوية موتزاريلا. قلبي بصوا، انا كان عندي موتزاريلا وماله نزودها لهم بقى كده علشان ياكلوا بنفس وتبقى جميلة زي بتاعت بره. يعني دي مش هتكلفنا قوي يعني، حبات صغننة كده عشان بتدي لون حلو جميل كده. شوفوا ولا حاجة اهي. بصوا حبايبي، بصوا شوفوا الجمال اهي. كلفتنا ايه؟ ولا حاجة. الولاد هياكلوها ويتبسطوا واسمها بيتزا. ايه رأيكم في جمالها؟ حلوة كده يعني من جنتنا شوية. انا عايزاكم تروحوا تسألوا كيلو بكام، كيلو بكام من دي. اللي هي كده بس عشان يشوفوها. بس بقى سيبي بصوا حبايبي، هنعمل بس كمان واحدة نكمل الصينية دي، اصل في صينية فيها واحدة بس، هنعمل فيها كام واحدة كمان نكمل بس لحبايبنا. نسيت اقول لكم حاجة، احنا هنسيبها بس ربع ساعة الصينية اللي احنا عملناها علشان ايه تعلى شوية. طب انا مستعجلة عليها، هدخلها في فرن هادي يعني سخن، بس نسيبه نغطيه بتاع 7-8 دقايق علشان تعلى شوية. بصوا خلاص اهو. هنعمل هنعمل واحدتين كبار كده، بس واحدتين كمان كده. التانية اهي، وهنحطها على درجة حرارة 180، بس احنا هنسيبها بس شوية عشان تخمر شوية وبعدين هنحطها في الفرن ووريها لكم بعد ما تطلع. الفاصل وهنرجع تاني. اتنين كده كتير اوي. هنعمل فطيرتين 2 بزبدة وسكر. هنعمل فطيرتين 2 بزبدة وسكر. اي زبدة اي سمنة تعجبكم اللي انتوا شغالين بيها، اوعوا تفكروا انها تقول لا، هتبقى جميلة زي الفل. بصوا بقى انا هبطل دي واجهزها واوريكم على طول علشان ما اضايقكمش وابقى خفيفه عليكم، احسن كده انا ضايقتكم كتير. هطلع بس شويه كده لغايه ما اخلصها واوريها لكم بعد ما تخلص هنعملها ازاي. حبايبي فاصل وهنرجع. احنا فردناها اهو، مش عايزينها تبقى تخينه يعني، يا دوبك كده ماشي. هنعمل بقى السمنه دي ما تكونش سخنه، فتره ماشي، لكن سخنه لا هتبوظ الخمير بتاعنا. بصوا هندهن بالظبط نص العجينة عشان ما اطولش عليكم بقى اهي، بسرعة كده. خلاص كده. وبعدين هنحط السكر طبعا، ما نجيبش بس عجينات. شوفوها جميلة جدا دي، انا عملتها مرة باللحمة المفرومة، خطيرة.
لحمة مفرومة نية، معلهاش اي حاجة غير شوية بصل وملح وفلفل وبهارات. ان شاء الله ان شاء الله هعملها لكم. بصوا بقى هعمل كده زي السمبوسك كده، سمبوسك العجين اللي احنا كنا بنعمله زمان على ايدينا اهو. ماشي، هحطها في الصاج، وبرده نفس الحكايه هعمل واحده كمان عشان ابقى ايه معايا باقي عجينه. طب هنعمل الباقي ونوريها لكم قبل ما تستوي وبعد ما تستوي. فاصل. خلاص دي باقي العجينه هنسويها وهنوريها لكم. ممكن نعمل كده عشان تدينا كده لمعه جميله وريحه اجمل. على فكره الزبده دي عاديه خالص من اللي هي زي فرن والحاجات دي، مش عايزين نقول يعني اي سمنه اي سمنه هتديك الطعم الجميل والريحه الجميله وكله بنفسك ان شاء الله هيطلع حلو زي الفل. وهسويهم ونرجع نوريهم لكم، وباي باي. لما دي تخلص هنطلعها ونوريها لكم هي والبيتزا ونوريكم جمالهم ومون ابيتي. حبايبي ادي 4 كوبايات دقيق طلعوا لنا الجمال ده. بصوا بصوا بصوا، شوفوا طري ازاي، شوفوا كله طري طري طري. المعلقه الكبيره ونص خميره شوف فل. ايه رايكم هقطع لكم دي تشوفوها؟ شوف هي سخنه مولعه، شوفوا بتخر ايه، عسل عسل. شوفوا ولا اروع من كده اهو، شايفين اسفنجيه قوي قوي قوي. بصوا شوفوا الجمال، شوفوا بس عشان سخنه. شوفوا الطراوه بتاعت العجين، ويا سلام يا سلام. هو معلقتين زبادي بس عندك، معلقتين قشطه، معلقتين 3 لبن بس، مفيش اي حاجه. ده الجديد، لكن انا مني ما عنديش فعملت كده. لكن هي لو عندك معلقتين قشطه يخلولك الدنيا ايه احلى من كده بكتير. يا ريت تعملوها وتدوقوها وتقولوا لي عملتوا ايه. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير. سلام. اقول لكم استنوا مني طريقه البانكيك قريب، هتعجبكم جدا. اسفنجيه وطريه وهشه وطعمها مسكر ومش مسكره قوي يعني اللي ما بيحبوش السكر يتفرجوا عليها، وبرضو ما ينسوش في اللايك. سلام.